هي ليه مصر اسمها أم الدنيا؟ دي كمان اسمها أم البلاد وأرض الأنبياء. مصر من أكبر وأقدم الحضارات في العالم، علشان كده مصطلح أم الدنيا يرجع لأسباب تاريخية ودينية وعلمية كمان. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام زار مصر واتجوز من ستنا هاجر، وأنجب منها إسماعيل عليه السلام جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو العرب. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح الله عليكم مصرا استوصوا بأهلها خيرا فإن لنا فيهم نسبا وصهرا، نسبة لإسماعيل عليه السلام اللي هو كان جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ومصر مش ذكرت في القرآن الكريم مرة واحدة بس، دي ذكرت 4 مرات. وفي مصر رب العزة تجلى وكلم موسى عليه السلام بالوادي المقدس. ولما هرب المسيح عيسى ابن مريم وأمه من بطش الرومان، جم مصر وعاشوا فيها. وعاش في مصر أنبياء غيرهم: يوسف ويعقوب وشعيب وداوود وصالح عليهم السلام عاشوا في مصر برضو. طب بذمتكم كل ده ما يخليهاش أم الدنيا؟ تعالوا بقى من الناحية العلمية. في مجموعة من الباحثين في جامعة كامبريدج حبوا يعرفوا الإنسان جه ازاي على الأرض، فعملوا مجموعة من الأبحاث على مجموعة من السكان الإفريقيين والآسيويين، فلقوا إن جيناتهم الوراثية ترجع أصلها لمصر. فكده أغلب سكان الأرض أصلهم مصري، وده طبقا لتحليل الجينات الوراثية اللي هو الحمض النووي. بيتهيألي كده عرفنا ليه اسمها أم الدنيا.